بعد كده بتطلع على البحر يا معلم علشان تتمشى، وهناك نسيت نفسها لحد ما أشعة الشمس كلت جسمها. ولما رجعت البيت جوز فرانك بيسألها عن اللي حصل لجسمها، راحت عرفته إن أشعة الشمس هي اللي عملت فيها كده. راح جاب لها كريم وبدأ يدهن جسمها وبدأ يهتم بيها لأول مرة، لكن ساعتها مريم كانت كرهاه وبتفكر في حبيبها لوكا. في المشهد اللي بعد كده مريم بتروح لدكتور نفسي وتحكي له على كل حاجه حصلت مع جوزها. راح الدكتور نصحها انها تعيش الحياه اللي بتبقى فيها سعيده وتحاول انها تنسى مشاكلها. بعد كده بتروح عند حبيب قلبها لوكا، ولوكا بيشوف اشعه الشمس واللي عملته فيها. بعد كده بيقربوا لبعض هما الاتنين، وحصل بينهم اللي حصل والولا روق عليها. ولما رجعت البيت فرانك جوزها بيسألها انت كنت فين؟ راحت كدبت عليه وقالت له كنت مع اصحابي. راح حاول يعرف مين هي صاحبتها علشان يسألها ويتأكد من كلامها، لأن فرانك بدأ يشك فيها. لكن الحلوة مريم نفضت له وسابته ومشت لأنها مش مهتمية بيه ومش هيفرق معاها كتير. وفي نهاية اليوم الدراسي مريم بتشوف لوكا قاعد لوحده وكان مستنيها في الفصل، لكن هي سابته وراحت حمام السباحة. راح لوكا راح عندها ونزل معاها حمام السباحة وقضوا مع بعض أجمل وقت هما الاتنين. بعد كده مريم سابته ومشت، ومع الأيام لوكا حبها جدا وما كانش قادر يستغنى عنها وطول الوقت بيفكر فيها. ولما مريم رجعت البيت يا معلم اتفاجئت بحبيبه فرانك القديمه موجوده معاه في البيت. راحت اتعصبت على فرانك جدا وقالت له انا عارفك انك انت بتخوني من زمان، لكن مش هسمح لك تعمل كده ببيتي. علشان كده طلبت منه الطلاق. بعد كده بتروح عند حبيبها لوكا البيت وعرفته اللي حصل، ولاول مره بتعرفه انه كلامه صح لما قال لها انت مش سعيده مع جوزك. بعد كده بتعترف له انها معجبه بيه وعاوزه تكمل حياتها معاه، وطلبت منه ينسى فرق السن اللي بينهم، وبتعرفه ان هي بتبقى سعيده معاه وبتنسى الدنيا وهي جنبه. في المشهد الأخير يا معلم بياخدوا هما الاتنين غرفة في فندق وقضوا مع بعض أجمل وقت في حياتهم، ومريم رجعت شبابها وعمرها اللي راح معاه. وبعد ما خلصوا يا معلم رجعت البيت، وهناك يا معلم قابلت فرانك اللي عرفها إن هو اللي هيسيب البيت ويمشي وهي تكمل حياتها مع ابنها. وساعتها مريم فرحت جدا إنها خلاص خلصت منه، وراحت عند حبيبها لوكا اللي بيحبها من كل قلبه. وبكده يا معلم خلص الفيلم. لو عجبك الفيلم دوس لايك وشير، واشوفك على خير.